ايه هو العلاج الطبيعي؟ بدأ امتى وازاي وكان عبارة عن ايه وبقى ايه دلوقتي وهيبقى ايه؟ هنتكلم النهاردة عن كل المعلومات اللي لازم تكون كدكتور علاج طبيعي او طالب لسه داخل الكلية تكون عارفها كويس قوي. فيلا بينا نسمع حكاية العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي بدأ من 3000 سنة قبل الميلاد. في الوقت ده كان بدأ يظهر علماء الطب وبدأوا يسجلوا أول الوصفات الطبية لعلاج بعض الأمراض. بس دور العلاج الطبيعي وقتها كان أقرب ما يكون للريكفري سيشن المنتشرة دلوقتي. كان موجود في الصين، كان مقتصر بس على المساج وشوية زيوت وكمان الإبر الصينية، لحد ما ظهر أبوقراط سنة 460 قبل الميلاد المعروف بأبو الطب. هو أول حد حط فريم للعلاج الطبيعي ودوره، وبدأ وقتها العلاج الطبيعي ينتشر في الرومان. ومن سنة 1800 ل 1600 قبل الميلاد بدأ العلاج الطبيعي ياخد الطابع الطبي أكتر. اكتشفوا الكهرباء وعملوا الأجهزة وعرفوا العلاج المائي، وبدأ العلاج الطبيعي ينتشر وفضل ينتشر لحد 1894. وقتها مجموعة من الممرضات عملوا أول جمعية للعلاج الطبيعي، وكان وقتها أول مرة يتعرف العلاج الطبيعي كمهنة واخدة الطابع الطبي بشكل رسمي. اللي كان بيشتغل في العلاج الطبيعي وقتها أو بيلتحقوا بالجمعية دي هي ناس عندها خبرة في التعامل مع المرضى ومن كتر المرضى اللي شافوهم في حياتهم. ومع انتشار الحروب والأمراض اكتشفوا إن العلاج الطبيعي دوره أكبر وأهم بكتير قوي، وإن هم محتاجين معلومات أكتر بكتير من شوية التمارين والحاجات البسيطة اللي هم بيعملوها. حرب عالمية أولى وتانية وعدد كبير مصابين نخاع شوكي وكمان انتشار شلل الأطفال، فما كانش فيه حل غير إن بدأ الجراحين يختاروا ناس يسافروا إنجلترا وفرنسا، الجمعية اللي عملوها الممرضات، علشان يشوفوا هم وصلوا لإيه هناك ويتعلموا وياخدوا من خبرتهم. بس المشكلة إن هم بيروحوا ياخدوا خبرة من سيدات واخدة حياتها إن هي تهتم بالمرضى ومن الجمعية اللي أنشأها الممرضات، فكانوا ستيل ناقصهم معلومات طبية كتير علشان يعرفوا يتعاملوا مع المرضى دول. وهنا كانت ثورة في تخصص العلاج الطبيعي، فعملوا الجمعية الأمريكية النسائية للعلاج الطبيعي وأول مجلة للعلاج الطبيعي، اللي في سنة 1951 اتغير اسمها للأبتا والفيزيكال ثيرابي جورنال. وبدأ العلاج الطبيعي يدخل المستشفيات والمراكز الطبية وعيادات العظام ودور المسنين، وبقى ليه مكانة مرموقة وكبيرة جدا في أمريكا. نيجي بقى لمصر أم الدنيا. مصر بعد الحرب العالمية الأولى بدأت تدرس العلاج الطبيعي لخريجين معاهد التربية الرياضية، وبدأت تبعتهم بعثات وتديهم دورات تدريبية بره مصر. وبعد كده بدأت تعمل بعثات داخلية جوه مصر لخريجي معاهد التربية الرياضية في شكل دراسة مكثفة مدتها 2 كاملين. مصر بقى بدأت تاخد بالها قوي من العلاج الطبيعي وتهتم بيه جدا بعد حربها مع إسرائيل سنة 56. كان وقتها عدد مصابين حروق كبير جدا، فأنشئ وقتها أول معهد للعلاج الطبيعي سنة 62 في مصر. انتدبوا دكاترة من بره وبعتوا ناس لألمانيا علشان تتعلم، وبدأ العلاج الطبيعي ينتشر في مصر. ومع التطور الطبي والعلمي الكبير والسريع في العلاج الطبيعي وإدراك أهميته أكتر، انتقلت إدارة المعهد تحت إشراف كلية الطب سنة 75. ده تم بعد اكتشاف إن خريجين العلاج الطبيعي لازم يكونوا دارسين مواد طبية كتيرة جدا لا تدرس إلا في كلية الطب. الموضوع طلع أكبر بكتير من شوية أمراض محدودة وشوية بروتوكولات هتتنفذ وخلاص. العلاج الطبيعي بقى مهنة محتاج إن اللي بيمارسه يكون على دراية طبية بكل تفاصيله ويقدر يطور كمان منها. وبالفعل صدر قرار إن يكون كلية لوحده مدتها 4 سنين وسنة امتياز سنة 92 بيدرس فيه 8 تخصصات: علوم أساسية وميكانيكا حيوية وأعصاب وعظام وأطفال وحروق وأمراض القلب ونسا. وبعد كده سنة 94 اتعملت أول نقابة للعلاج الطبيعي، وأصبح لقب خريجي العلاج الطبيعي هو لقب دكتور. وفي 2013 الكلية بقت 5 سنين بدل 4 وسنة امتياز، يعني 6 سنين. اللطيف بقى في الموضوع ان التطور الفعلي للعلاج الطبيعي اتكون في اخر قرن، ده مش بس في اخر 100 سنة، ده في اقل كمان من 100 سنة. وان اللي حط المناهج اللي بندرسها والكتب والعلم ده كله دكاترة وعلماء، جزء كبير منهم لسه عايش لحد النهاردة، بنتعلم وبنستفاد منهم ولسه هم كمان بيكملوا رسالتهم. واللطيف كمان ان الدكاترة المصريين شاطرين وشاطرين بزيادة، وجزء كبير منهم مهتم بالبحث العلمي واساميهم كمان
بتصنع عالميا. والألطف والأجمل إنك كطالب أو خريج جديد عندك الفرصة إنك تكتشف حاجات جديدة وتطور من المجال بشكل كبير جدا، وبالذات إن لسه في تخصصات وحاجات كتيرة قوي لسه محتاجة مجهود وشغل ومعلومات كمان أكتر. مهنة العلاج الطبيعي هي مسؤولية كل دكتور بينتمي ليها، محتاجة مننا تطوير ومجهود وحب علشان تكون أحسن وأفضل ومكانتها تعلى أكتر، ومطلوب منك تشتغل بضمير وتذاكر. ربنا خلقنا للسعي وتعمير الأرض، وإحنا بنعمل ده من خلال تخصصنا. فشوفكم الفيديو الجاي، سلام.